نيجي بقى لآلية امتصاص الأملاح المعدنية. عندي 3 ظواهر فيزيائية. قلنا يعني إيه ظاهرة فيزيائية؟ أي حدث يمكن مراقبته. قال لك أقدر ألخصها في ألف نون نون. ألف انتشار، نون نفاذية اختيارية، ونون نقل نشط. على فكرة دي بتيجي في الامتحان. يبقى أنت قلتي 3 حاجات لازم تيجي في الامتحان: الشعيرة الجذرية، الخاصية الإسموزية، خاصية النقل النشط. لازم يجوا في الامتحان بتاع آخر السنة. حلو قوي. طيب نبدأ بخاصية الانتشار، ما انت اتكلمتي عنها، بس هنا بقى اللي خاصة بمين؟ بالأملاح. فهنا بقى بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن اللي هي خاصية الانتشار حركة الإيه؟ الذائبات اللي هي الأيونات، ما هي خاصة بالأملاح، بتكون مستقلة عن بعضها البعض ومستقلة عن المية. يعني المية تعدي من الأعلى للأقل لوحدها، والأملاح تعدي من الأعلى للأقل لوحدها. قال لك ليه؟ قال لك الكلام ده عبر الجذور السلولوزية نتيجة الحركة المستمرة للأيونات الحرة. أنا عندي هنا الذائبات يا سنة تانية، عندي نوعين من الذائبات اللي هي أيونات موجبة تسمى بالكاتيونات، وأيونات سالبة تسمى بالأنيونات. عندي الأيونات الموجبة على فكرة دي فلزات بتفقد ولا بتكتسب؟ قال لك لا بتفقد، يبقى الفلزات دي إيه؟ بتفقد، فتكون أيونات موجبة. زي مين؟ قال لك زي اللي هو الصوديوم، وزي مين؟ وزي الكالسيوم. عندي اللي هي الأيونات السالبة دي عبارة عن لا فلزات بتكتسب، زي النترات، زي النيتريت، زي الكلور، زي مين؟ الكبريتات. وانا عندي مصطلح اسمه تبادل كاتيوني، اللي هو عباره عن حدوث تبادل ما بين مين؟ الايونات الموجبه عبر غشاء الخليه. طيب هاتي مثال. عندي المثال اهو تحت، بس انا اعمله لكم فوق. انا عندي الخليه النباتيه، ادي خليه نباتيه. تمام؟ قال لك ايه؟ قال لك ان الخليه دي بتطلع الصوديوم وتدخل بداله مين؟ البوتاسيوم. يعني خلي بالك موجب وموجب، ده اسمه تبادل كاتيوني، بس خلي بالك من عدد الشحنات. يعني هي طلعت واحد معاه شحنه موجبه واحده، فهتدخل واحد معاه شحنه موجبه واحده. ما ينفعش تطلع واحد معاه شحنه موجبه واحده وتدخل واحد معاه شحنتين موجبتين، لا، تطلع واحد موجب عنده شحنه واحده، تدخل واحد موجب عنده شحنه واحده برضه. حلو. في بقى تطبيقات حياتيه على الجزئيه بتاعه الانتشار. بيقول لك ايه؟ بيقول لك عشان تتخلص من آثار المبيدات الزراعية الموجودة في الخضروات، حطوا الخضروات وانقعها في محلول ملحي مخفف لمدة 10 دقايق. طبعا المبيدات مش موجودة في المحلول، فتتنقل منين؟ من الخضروات عشان هي تركيزها عالي في الخضروات إلى المحلول اللي بره بخاصية الانتشار. وبيقول لك كمان الفواكه نفس الكلام، هات الفواكه بس انقعها في محلول بقى سكري مخفف بحيث تطلع اللي هي المبيدات الزراعية بالانتشار من الفاكهة إلى المحلول السكري المخفف. وخلي بالك ما يزيدش عن 10 دقايق، يعني تنقعه لمده 10 دقايق. اكتر من كده السكريات بقى اللي موجوده في الفواكه هي كمان هتطلع. تمام؟ تمام. بص كده، خاصيه مين؟ النفاذيه الاختياريه. قال لك هي خاصيه بتحدد مرور الايونات، يبقى هنا ايه؟ الاملاح خلال الاغشيه شبه الايه؟ شبه المنفذه. دي بقى على حسب حاجه النبات، ادخل الاملاح اللي على مزاجي او اللي انا محتاجها، والاملاح اللي مش محتاجها اطلعها بره او مش هطلعها بره ما اخدهاش. تمام؟ ده بقى بغض النظر عن حجمها، ماليش دعوه حجمها كبير ولا لا، كمان شحنتها موجبه ولا سالبه ما تشغلنيش، كمان التركيز بتاعها. ال3 حاجات دول مهمين عشان ساعات بيجيب لك في الاختيارات بناء على الجزئيه دي. فدي بكل بساطه يبقى النفاذيه الاختياريه بتنطبق على الأغشية البلازمية اللي هي تبع آلية امتصاص الماء. تمام؟ وفي نفس الوقت إن هي تبع مين؟ الأملاح. نيجي بقى لخاصية النقل النشط، ودي مهمة جدا جدا جدا، وبتيجي فين؟ وبتيجي في الامتحان، فركز معايا الله يكرمك. أنا بقول خاصية النقل النشط خاصة بمين؟ خاصة بالأملاح. قال لك انتقال الأيونات، يعني يقصد الأملاح، ضد تدرج التركيز، يعني من الأقل إلى الأعلى. إزاي؟ يعني انت عندك تركيز قليل وهنا تركيز عالي، فالتركيز اللي هو هيتنقل او الحاجه هتتنقل من التركيز الاقل الى الاعلى. ازاي ده بقى؟ ده محتاج طاقه، محتاج مجهود جبار. قال لك ايوه، ما ده محتاج طاقه كيميائيه. هتجيبه منين؟ مصدرها ايه؟ الكلام ده مهم جدا وبيجي في امتحان اخر السنه، اللي هو تنفس انسجه الجذر. قبل ما اتكلم عنه بص كده، أنا عندي هنا تركيز قليل من الأيونات وهنا تركيز عالي داخل الخلية، ومع ذلك الأيونات بتتنقل من التركيز اللي هو القليل إلى العالي، يبقى كده ده اسمه ضد تدرج التركيز. تمام؟ تمام. يبقى ده اللي هو النقل النشط. طب أنت بتقولي إن ده محتاج طاقة، مجهود جبار، محتاج طاقة.
الطاقه النبات هيجيبها منين؟ قال لك من خلال تنفس انسجه الجذر. ليه هو النبات عنده رئتين؟ ما انا هقول لك اهو. قال لك ان النبات او الانسجه بتاعه الجذر بتاخد الاكسجين اللي موجود في الهواء الجوي. حلو. الاكسجين ده بيروح يأكسد الجلوكوز داخل عضي الميتوكوندريا اللي موجوده في الخلايا، فيديها ايه؟ فيديها طاقه زي ما شرحت لك في الاول خالص ازاي الجسم بيحصل من الغذاء على الطاقه، فيديني مركبات الاي تي بي اللي طبعا من خلالها يقدر خلايا الجذر تمتص ايونات الاملاح المعدنيه ضد تدرج التركيز. يعني النبات عنده كتير من الايونات وبره التربه فيها ايونات بسيطه، ومع ذلك النبات طفس بيسحب الايونات دي بس من الاقل الى الاعلى، فمحتاج طاقه. الطاقه منين؟ عن طريق تنفس انسجه الجذر، وزي ما قلت لك الحته دي على طول بتيجي في الامتحان. طيب هنا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي ماذا يحدث عند توقف تنفس انسجه الجذر؟ ايه اللي هيحصل؟ يبقى لم يستطيع اللي هو الجذر امتصاص اللي هي الاملاح المعدنيه ضد تدرج التركيز عن طريق خاصيه النقل النشط لغياب مين؟ لغياب الطاقه. تمام. قولها بطريقتك اي طريقه كانت، المهم ان انت تبقى فاهم. عندي وطبعا في ماذا يحدث قلنا تقول النتيجه وتقول السبب. عندي بقول لك ماذا يحدث عند غمر النبات بالماء لفتره طويله نسبيه، اكنك عملت اختناق للنبات. شفت كده لما تقول لك ايه؟ انا عايز الزرع يكبر بسرعه، كل شويه عمال تروي ميه، كل شويه عمال تروي ميه، كل شويه عمال تروي ميه، لدرجه ان انت لقيت النبات مات. قال لا، هو النبات مات عشان انا اهتميت بيه؟ لا، ده انت فضلت تحط له ميه على طول، فده حصل له اختناق. يعني ايه اختناق؟ قال لك ان هنا بقى الميه حلت محل الاكسجين اللي موجود ما بين الحبيبات بتاعه التربه، وبالتالي النبات ما قدرش يحصل على الاكسجين، وهو محتاج الاكسجين عشان يتنفس. يعني ايه يتنفس؟ يأكسد الجلوكوز داخل الخلايا بتاعته، وبالتحديد داخل عضيات الميتوكوندريا، وبالتالي يحصل على الطاقه اللي بيقدر من خلالها ان هو ايه؟ ان هو يعمل على امتصاص الايونات بتاعه الاملاح المعدنيه ضد تدرج التركيز بخاصيه النقل النشط. الحته دي هتلاقوها موجوده في المذكره اللي انا هحل معاكم فيها في الاخر، وبرده موجوده عندك في الكتاب. النقطه الثانيه بقول لك فسر ضروره وجود السكر والاكسجين لاتمام امتصاص الاملاح. هتقول لكي يتم التنفس الهواء اللي هو اكسده الجلوكوز بالاكسجين، فبالتالي الحصول على الطاقه، وبالتالي امتصاص ايونات الاملاح المعدنيه ضد تدرج التركيز عن طريق النقل النشط. هنا العضي اللي بيسمح بدخول الايونات ضد تدرج التركيز خلاص بقى عرفناه اللي هو مين؟ الميتوكوندريا. العنصر الذي يحتاجه النبات لامتصاص الايونات قلنا عنصر مين؟ الفوسفور. ما انتوا عارفين بقى اللي هو البي. احنا عندنا الاي دي بي مع البي هيديني مين؟ الاي تي بي. هو عايز العنصر يبقى عنصر الفوسفور. طيب هنا بيقول لك مخزون الخليه من الاي تي بي مع مرور الزمن عند دخول بعض الايونات الى الخلايا ضد تدرج التركيز. طب ما هو ضد تدرج التركيز محتاج طاقه، والطاقه ديت هتخلص، يبقى اذا العلاقه هنا علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. يبقى كل ما الايونات تخش ضد تدرج التركيز كل ما مخزون الخليه من الاي تي بي يقل. حلو قوي. ركز بقى معايا كده، نركز مع بعض. بص كده اهو، انا عندي دلوقتي ايه؟ عندي دلوقتي شكلين تشوفهم شبه بعض، عامل زي خاصيه مين؟ الخاصيه الاسموزيه وخاصيه التشرب كده. بس هنا الانتقال منين؟ من الاعلى الى الاقل، يبقى ده على طول مين؟ الانتشار. طب هنا من الاقل الى الايه؟ الاعلى، يعني قليل وبيتنقل من القليل للاعلى، يبقى دي كده خاصيه النقل النشط، وهي كده محتاجه ايه؟ محتاجه طاقه.